رجعنا لكم مرة تانية مشاهدي نهارك سعيد. الحقيقة كان تقرير جميل جدا جدا، عدى كده سريعا على محطات وإنجازات كتيرة جدا حصلت الفترة اللي فاتت، بتؤكد أن مصر طول الوقت مهتمة جدا أن هي تقدم مظلة حماية مجتمعية لكل مواطن مصري. نرجع بقى مرة تانية لفقراتنا في نهارك سعيد، وخليني أقول لكم أنه الفقرة اللي معايا هنتكلم فيها عن ثالث أيام قمة المناخ كاب 27، واللي طبعا لقت صدى ونجاح كبير جدا وردود أفعال إيجابية كبيرة جدا جدا، سواء كان على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي. وطبعا بيسعدنا فعاليات المؤتمر ان احنا نتابعها من خلال ضيفنا اللي هيكون مشرفنا دلوقتي في نهارك سعيد، وهو المهندس الأستاذ أحمد بالبيلي، الباحث بمعهد الدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، واللي هنعرف طبعا منه أكتر عن دور الزراعة في مواجهة تغير المناخ، وكمان دور الدولة في مواجهة أزمة نقص المياه العالمية نتيجة برضو تغيرات المناخ اللي حصلت خلال السنوات اللي فاتت. برحب بيك يا أستاذ أحمد. أهلا بك. أهلا بيك يا فندم. طبعا في البداية كده عايزة أتابع مع حضرتك فعاليات تاني أيام مؤتمر قمة المناخ، واللي طبعا كان بدايته أول أمس. بداية اللهم أدم علينا نعمة مصر أم الدنيا وسيدة الأوطان يا رب. لازم نقول للمواطن المصري إن احنا في حالة فخر وفي حالة يعني أجمل مما كان أي حد يتخيل إن مؤتمر زي المؤتمر ده اللي بتدعو له الأمم المتحدة يشارك فيه أكتر من 190 دولة، لغاية امبارح يوصل عندنا 110 ما بين رئيس دولة وأمير ورئيس حكومة، يعني تمثيل أول للدول. دي حاجة ما حصلتش في 27 مؤتمر، في 26 مؤتمر اللي كانوا قبل كده. لازم ننوه عن كلمة فخامة الرئيس أمس ودعوته للسلام العالمي والوقف الحرب بروسيا وأوكرانيا، ودي دعوة جليلة وطلعت من مصر أم الدنيا طبعا. بداية أنا عايز أقول للمواطن المصري أنت لازم تبقى عندك فخر جامد جدا بأن مؤتمر زي ده يتعمل. للأسف احنا عندنا غالبية الشعب مش عارفين يعني ايه تغير مناخ، ولا عارف يعني ايه مؤتمر مناخ، فعشان كده مش مستوعب ضخامة الحدث وجلاله. يعني برضو نبسطها للناس ونفهمهم في حاجات عالمية حصلوا ازاي انسان ساهم بده بشكل كبير. في حاجة، في تغيرات عالمية في المناخ، ده هيترتب عليه مشاكل كبيرة جدا للعالم كله مش لمصر بس. العالم بسبب تغيرات المناخ دي درجة أو درجة ونص هتزيد، هيتعرض لاحتباس حراري أعلى من الموجود، يعني درجة الحرارة هتزيد، ده هيأثر على كل الكائنات الحية بما فيها الإنسان. المية هتسخن يبقى السمك هيتضر، الملوحة هتزيد، الأرض هيحصل لها جفاف، هيحصل تصحر، فاحنا لازم كدول نواجه الأزمة دي، لأنه طبعا كل حاجة في الدنيا ماشية بميزان. فالميزان ده دلوقتي بيختل مع التغير المناخي. الخلل ده لازم نقابله، ولازم نعمل ضمانات عشان ما يضرناش. طب ايه الضمانات او ايه اللي مصر عملته عشان دول العالم دي كلها تيجي عندنا والمؤتمر انعقد في مصر؟ المؤتمر السنه اللي فاتت كان في المملكه المتحده، عشان نعمل مقارنه بس. المؤتمر في العام الماضي كان في المملكه المتحده في اسكتلندا. السنه دي في مصر. طب ليه تم؟ طب يعني الناس ممكن تسال دلوقتي لماذا تم اختيار مصر تحديدا؟ تمام. اولا احنا الدوله الافريقيه الوحيده اللي تقدمت لاستضافه هذا المؤتمر، ولازم نوضح نقطه مهمه جدا عشان عامه الشعب فاكره ان المؤتمر ده احنا بنصرف فلوس في الهواء. المؤتمر ده اللي بيصرف عليه الامم المتحده مش احنا دوله مستضيفه، ولكن ما بنطلعش من ميزانيتنا مصروف. يعني عشان في مقوله في الشعب في الشارع المصري هو بيقول لك انت عامل مؤتمر والدوله تعبانه ومحتاجه فلوس. لا، هو اصلا دخول يعني لمصر ده لوحده بيدخل عمله صعبه وبيعمل حاجات كتير. لغايه امبارح حضرتك 40,000 ضيف جايين من دول العالم كلها من اكتر من 190 دوله. ال 42,000 ضيف دول ساكنين في مصر وهياكلوا في مصر وهيتفسحوا في مصر وهيشوفوا النهضه اللي مصر حصلت فيها. طيب احنا ليه اختارونا؟ طبعا حضرتك مشكله تغير المناخ يعني بتنحصر في ايه؟ في ان ثاني اكسيد الكربون، الغاز اللي طالع او الانبعاثات اللي طالعه من الوقود، هي دي سبب زياده الحراره. احنا بنتكلم بفكر بسيط قوي عشان الناس تفهمنا. ايه المسببات؟ المسبب بتاعه ان في ثاني اكسيد كربون اللي هو الغاز اللي طالع من الوقود، الوقود بالذات اللي هو المواد البتروليه اللي هو بيسمى الوقود الاحفوري. يعني انا النهارده عايز اشتغل على الطاقه المتجدده، الطاقه اللي بتديني صفر كربون، فيقوم اقلل من الانبعاثات، فاقلل في التغيرات اللي ممكن انها تحصل. هي دي الوقايه. طب احنا كدوله عملنا ايه بقى؟ احنا عملنا اضخم 3 مشاريع
منهم حاجه مصنفه الاولى عالميا واثنين مصنفين الاول في الشرق الاوسط. عملنا محطه لتوليد الطاقه الكهربائيه من الطاقه الشمسيه في اسوان، غرب اسوان، بعد 35 كيلومتر من اسوان في قريه اسمها بنان. احنا عاملين اضخم محطه في الشرق الاوسط والرابع عالميا. المحطه دي هتنتج ما يكافئ انتاج السد العالي للكهرباء. يعني المحطه دي بتطلع 1465 ميجا وات. ده بيكافئ القدره الكهربائيه اللي طالعه من السد العالي. وليه اسوان؟ عشان اعلى نسبه اشعاع او اعلى اشعاع للشمس في عند الخط الاستوائي اللي في موقعها في اسوان. عشان كده المحطه دي 32 محطه، المحطه الواحده تنتج 50 ميجا وات. المفترض ان يبقى عندنا 1600، لكن طبعا الكفاءات بتقل، ف 1465 انتجوا بالفعل. المحطه دي استثمار كام؟ 4 مليار دولار. ما تعرفي حضرتك ان البنك الدولي السنه اللي فاتت ادى جايزه تميز للمشروع ده، لانه من افضل المشاريع العالميه اللي اتعملت في انتاج الطاقه من الشمس. 200,000 لوح شمسي. ده المشروع الاولاني. المشروع ده انا بتكلم باختصار شديد عشان وقت البرنامج طبعا. المشروع الثاني هو مشروع توليد الطاقه الكهربائيه من الرياح، وده اللي موجود في غرب السويس. ده مشروع من المشاريع اللي تعتبر انضف مشروع اتعمل، في ان العادم بتاعه مفيش عوادم، عشان خاطر انا بنتج كهرباء من الرياح. المستقبل كله في التحول ده. والمشروع ده استثمار فرنسي ودول الاتحاد الاوروبي اغلبيتها، وبنك الاتحاد الاوروبي، ويعتبر استثمارات بحوالي 4.5 مليار جنيه مش دولار. ده بينتج 250 ميجا وات كهرباء. الحاجه الثالثه ان احنا عملنا اكتر من محطه تحليه لمياه البحر. عملنا محطة المحسمة اللي في وسط سيناء، ودي فعلا بتنتج بالفعل. عملنا محطة بحر البقر اللي في بورسعيد غرب قناة السويس، ودي المحطة مصنفة الأولى عالميا ودخلت موسوعة جينيس، بتطلع 5 مليار متر مكعب مية. عملنا محطة في مرسى مطروح، وعملنا محطة في المنصورة الجديدة. كويس قوي. يعني دي جهود الدولة طبعا لمواجهة نقص المياه. نقص المياه. ما هو انت عندك المشكلة زيادة درجة الحرارة، والمشكلة اللي بتقابلها الثانية نقص الموارد المائية عالميا. ده هيؤدي لحاجة مشكلة كبيرة جدا، أزمة في الغذاء العالمي. أيوة طبعا. طب احنا عملنا ايه عشان أزمة الغذاء العالمي؟ اما نعرف حضرتك ان احنا النهارده في عندنا 4 مشاريع زراعية تعتبر مشاريع عملاقة. وخلينا ده عشان مواجهة ما هو كل يعني المشكلة او أزمة الغذاء. طبعا احنا هنتكلم فيها دي طبعا باستفاضة. ده سؤال لوحده، بس انا عايز اعرف الفعاليات اللي تمت في تاني يوم في قمة المناخ. ايه اللي تم فيه؟ طبعا في مذكرات تفاهم بداية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بين مصر وبين الهند، وده بيعتبر استثمار في حوالي من 8 مليار دولار. وفي نفس الموضوع برضو في 4 مشاريع هيتم التفاوض عليها في انتاج الهيدروجين الاخضر في مصر. هتعتبر مصر ممر للهيدروجين الاخضر عالميا. هيبقى عندنا مجرى قناه السويس او محور قناه السويس الجديد، هيبقى ممر لتموين السفن بالهيدروجين الاخضر. ايه الهيدروجين الاخضر برضو عشان الناس تبقى يعني مستوعبه الموضوع ببساطه شديده جدا؟ الهيدروجين الاخضر ده مصدر متجدد للطاقه، بينتج المصدر الاساسي له الغاز الطبيعي. ونقول لو 6% من الغاز الطبيعي المنتج عالميا بيطلع لي 75 مليون ألف طن هيدروجين اخضر. الهيدروجين الاخضر ده نسبه الكربون فيه صفر، فده من الطاقه المتجدده. طب ليه الدول بتيجي تعمل شراكه معانا؟ لان مصر تعتبر مركز اقليمي للغاز الطبيعي، دي نمره 1 في متوسط العالم. فاحنا اقرب مكان للاتحاد الاوروبي عشان نديله الطاقه المتجدده. موقعنا استراتيجي. فعشان كده وعندك البنيه التحتيه اللي النهارده بتساهم في اي مشروع يجي لك وانت قاعده تمام. عندك امن وامان، وده واضح للعالم كله النهارده في شرم الشيخ. وشبكه طرق عالميه، شبكه موانئ عالميه، مطارات عالميه. انت عملت كهرباء، دي اهم حاجه النهارده، انت عندك مصدر للكهرباء. فدول 4 حاجات المهمين عشان المستثمر يجي لك: الامن والكهرباء والطرق والموانئ. الحاجات دي لو موجوده مفيش حد هيجي. الاعمده الاساسيه طبعا. عملنا البنيه التحتيه اللي كانت الدوله المصريه مخطط تتعمل في 2060. احنا سبقنا الزمن ب 40 سنه، عشان بس الناس تبقى مستوعبه ايه اللي تم في مصر.
فعلا. فالنهارده لما تيجي تلاقي في اولى فعاليات المؤتمر دول بتتهافت عليك عشان تعمل معاك اتفاقيات وتفاوضات لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر، استثمارات داخله في اكثر من 40 مليار دولار، شراكه مصريه، سعوديه، فرنسيه، المانيه، هنديه. الهند بالفعل وقعت مذكره تفاوض معانا. طيب نروح بقى ايه ونتخصص اكتر في كل سؤال. عايزين نعرف برضو دور الدوله في مجال الزراعه لمواجهه التغيرات المناخيه اللي حصلت خلال الفترات اللي فاتت. بص حضرتك، هو التغير المناخي هيسبب لنا مشكلتين. نمره واحد زياده درجه الحراره وتاثر على النبات مباشره. نمره اتنين قله كميه الميه، لان درجه الحراره لما تزيد هيحصل تصحر وجفاف. فانا لازم اشتغل على محورين. الاولاني عملنا اكبر مركز موجود في الشرق الاوسط لتنميه وتهجين البذور. ليه؟ لان انا عايز اعمل بذره مهجنه وضع يسمح لها انها تقاوم التغير في درجات الحراره. لان ممكن ده ما يكونش اصلا مكانها او نشاتها الاساسيه فتبقى تحتاج. فانا ببتدي اعمل عليها الشغل الوراثي او التهجين المطلوب عشان اوصل لدرجه نقاوه بذور تستحمل التغيرات المناخيه اللي هتحصل. ووصلنا لحد فين في ده؟ طبعا احنا متقدمين جدا دلوقتي في المجال ده. النتيجه على كلامي ان عند حضرتك في ثبات في سعر الخضار والفاكهه في مصر بقى له اكتر من 5 سنين. الحمد لله. مفيش في اي تفاوت، بالعكس العالم كله كان بيعين ايام الكورونا. احنا كنا سله الغذاء، كنا بنصدر لدول اوروبا كلها. هو عامه الغلاء او موجه الغلاء دي حصلت؟ لا، موجه الغلاء في العالم كله حضرتك. احنا الحمد لله فضل من ربنا عندنا غلاء، ولكن عندنا السلع موجوده. المشكله في دول العالم الاخرى ان السلع مش موجوده. الحمد لله عندنا احتياطي والامن مستتب جدا. لازم الناس تعرف ان في دول حددت كيلو دقيق وازازه زيت، ودول عظمى. وفي دول المدرسين ما بيروحوش المدارس عندهم لان ما فيش بترول عشان يمون عربيته. في دول بيقف فيها العربيات ب5 ساعات عشان تمون. انا بتكلم على دول الاتحاد الاوروبي. في دول حددت في دول حددت يوم للاستحمام وتايم معين. في دول لسه النهارده انا قاري الصبح في دول حددت عدد ساعات عمل لماكينه ATM. يعني عشان يخفض استهلاك الكهرباء عشان ما فيش طاقه. احنا ما عندناش اي كلام من ده، احنا الدوله صح 24 ساعه. لازم نعرف ان البلد فعلا عملت، ولازم المواطن المصري يحس بالكلام ده، ولازم المواطن المصري يعرف ان انت النهارده دوله مش عظيمه، دوله بتتمعظم. وكمان في نقطة مهمة هنا جدا برضو أستاذ أحمد، إنه الدولة لوحدها مش كفاية، المجتمع المدني مهم جدا وتكاتف الجميع مهم جدا برضو علشان الخطوة تبقى أسرع. لازم حضرتك يبقى عندنا وعي. الوعي ده يجي مني ومنك ومن اخواتنا. يقول اللي ما يعرفش. الناس فعلا مش عارفه يعني ايه مؤتمر مناخ، مش حاسين بالعظمه اللي مصر فيها النهارده وامبارح. العالم كله بيبص لك النهارده. اي محرك بحث على جوجل على اي حاجه عالميه، التواصل الاجتماعي كلها اي حاجه غير مؤتمر المناخ. لما يجي لك 112 رئيس دوله اول يوم، دي حاجه عظمه. الدوله اللي بتستضيف كاس العالم بتبقى فرحانه جدا، جاي لها 40 فرقه. احنا جاي لنا امبارح 112 رئيس دوله، 190 دوله. انت في حدث غير عادي، حدث ان رئيس الجمهوريه يقف يتكلم قدام 112 رئيس دوله ويستضيفهم في امن وامان وسلام. ده فخر لاي مصري. فخر ليك انك انت تعرف الناس دي جالك عشان انت بدات واشتغلت ونفذت. الناس دي جايه تتعاقد معاك عشان انت صح مش غلط، عشان انت عندك امن، عشان انت دوله بمعنى كلمه دوله. وبكررها حضرتك تاني، مصر مش عظيمه، مصر بتتمعظم. هو اللي مش شايف ده اكيد عنده مشكله في النظر بقى. لا، اللي مش شايف ده حاقد وجاحد. بس هو شايف بس حاقد وجاحد، حاقد وجاحد على مصر. لازم يفهم مصر ده لبلده مش لشخص. مصر اللي بتكبر مش حد تاني اللي بيكبر. مصريين. طيب احنا كده اتكلمنا في جهود الدولة في مواجهة طبعا او ازاي يستخدموا الزراعة في. لا احنا ما قلناش المشاريع الزراعية. طبعا احنا عندنا مشروع 1.5 مليون فدان ده شغال بالفعل وبدأ بالفعل وبدأت ثماره. ال100 أصوبة زراعية اللي بيتعملوا، مشروع 400,000 فدان اللي سينا اللي احنا له محسمة. 2.4 مليون نخلة اتزرعوا في توشكا، وخلوا مصر بقى لنا 5 سنين الاولى على العالم في تصدير التمور. مصر الاولى على العالم في تصدير التمور. توشكا اتحولت لارقى وانقى بقعه موجوده بتاخد اكتر من جايزه في الزراعه النظيفه والطاقه المتجدده في الزراعه. كله باساليب اورجانيك، كلها حاجات صديقه للبيئه وصديقه للانسان. الحمد لله اخيرا حاجه الحمد لله. احنا كنا عندنا حتى لدول الاتحاد الاوروبي زراعه طبقا لمواصفات الاورجانيك، كلها حاجات عالميه. من الحاجات المهمه جدا المشاريع اللي عملناها عشان نحافظ على الميه اللي هي النهارده فيها ندره في العالم مش عندنا بس. تبطين الترع ده مشروع عملاق طبعا، تريليون جنيه مصري. المفروض 20,000 متر 20,000 كيلو يتبطنوا. النهارده خلص منهم 7,000، خلص
7000. ده غير شكل القريه المصريه تماما، حولها من قريه كان فيها ترعب المخلفات والعوادم، النهارده بقت مجرى مائي سهل نظيف، وفر على الفلاح المصري وقت وجهد ومواد بتروليه كان بيروي بيها، ووفر على الدوله 5 مليار متر مكعب ميه تكفي لزراعه 1.5 مليون فدان. دي من المشاريع المهمه جدا. برضه لازم ننوه استخدام التطبيق واستغلالها يعني طبعا بشكل كبير قوي. لازم ننوه على قناطر اسيوط، ده يعتبر سد العالي الجديد، ده من المشاريع الكويسه جدا والمشاريع العملاقه اللي اتعملت. في طبعا مزارع السمكيه اللي اتعملت كلها، ده عشان برضو ده طبقا لتغيرات المناخ، لو درجه حراره البحر زادت الملوحه هتزيد وبرضو يحصل ضرر للاسماك. فاحنا المزارع السمكيه اللي بنعملها النهارده في تطهير بحيره المنزله، والمزارع السمكيه في غليون، والمزارع السمكيه اللي اتعملت في سينا، والمزارع السمكيه اللي اتعملت في غرب بورسعيد، الكلام ده كله في شرق بورسعيد اقصد، الكلام ده كله هيبان اثره للمواطن المصري في مجرد حدوث ازمه، زي ما بان اثره ايام الكورونا. ايام الكورونا كان عندنا الحمد لله ما فيش مواد تموينيه نقصت، ما فيش رغيف عيش نقص، واحنا كنا من الدول الوحيده في العالم اللي حصل فيها الكلام ده. ده فضل من ربنا طبعا جداً. يعني عايزين كمان استاذ احمد نسلط الضوء على مواجهه او دور الدوله في مواجهه ازمه الغذاء العالميه اللي برضه بسبب التغيرات المناخيه اللي حصلت الفتره. هو العالم حاطط لا يخفى لاحد انه دخل على ازمه غذاء ونقص غذاء، ده غير عادي، وطبعا ده يترتب عليه الفقر. الدوله المصريه في المشاريع الزراعيه اللي بتتعمل والبنيه التحتيه اللي اتعملت ودخول النهارده لتطوير الصناعه وتوطين الصناعات الصغيره، والنهارده دخول اعاده احياء المحله، غزل المحله، واعاده احياء غزل دمياط، واعاده احياء المصانع العملاقه وادفينا وقاع اللي كانوا موجودين واندثروا. الكلام ده كله هيأثر بشكل كبير جدا 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 على الامن الغذائي المصري. الامن الغذائي المصري النهارده انا مصلح 1.5 مليون فدان، ومصلح اعمل الدلتا الجديده واعمل الصوب الزراعيه، ده انا بحافظ على الغذاء للمواطن المصري. بس احنا في طلب بقى، ده طلب شخصي للمواطن المصري، لابد يبقى عندنا ترشيد في الاستهلاك شويه. احنا الدوله الوحيده في العالم اللي بنبيع بالكيلو، والدوله الوحيده في العالم اللي بتحط رغيف العيش على السفره. نقنن شويه بس عشان احنا مستهلكين زياده عن اللزوم، بتهيألي انه الناس يعني بدأت نوعا ما يبقى عندها وعي شويه بفكره ان احنا نبقى يعني مش مستهلكين للدرجه الشرهه اللي احنا طبعا بنشتري على قد الاسره المصريه. احنا الدوله الوحيده اللي تيجي ماشي يقول لك الاربعه ب 100 ولا يعني بيبيع بال4 كيلو مش بالكيلو، وحتى مفيش دوله بتبيع بالكيلو، الدوله بتبيع بالحبه. لا احنا عايزين بقى نبقى منتجين، احنا عايزين نبقى منتجين ونرشد استهلاك. اهم حاجه ترشيد الاستهلاك على فكره. طبعا اكيد هيفرق كتير جدا، لانه في الاخر هو يعني الدايره ما بيستفادش منها الانسان برضه. وبعدين احنا عندنا مشكله كبيره جدا، الاهدار اللي بيحصل ده هو ما بيروحش للانسان. عندنا زياده سكانيه غير عاديه برضو، ده موضوع ده عايز موضوع تاني، لازم يتواجه، دي مشكله كبيره فعلا. طبعا. طيب استاذ احمد برضو عايزين نتكلم عن دور الدوله في مواجهه ازمه او نقص المياه، لانه دي بقى حياه، احنا بنتكلم النهارده عن الحياه. فطبعا نقص المياه دي ازمه عالميه، مش ازمه موجوده في مصر بس، وبرضو هي متاثره بالتغيرات المناخيه اللي حصلت. ازاي نقدر او الدوله ازاي هتقدر في خلال الفتره اللي جايه ان يكون ليها دور في الحفاظ على اللي موجود واصلاح ما تم اهداره؟ بص حضرتك، احنا حصتنا من المياه معروفه ومحدده 55 مليار متر مكعب ميه، ده من سنه 23، ده المياه اللي جايه من نهر النيل، وعندنا 20 مليار متر مكعب ميه من الابار والمياه الجوفيه. طب احنا لازم اولا نشتغل على شقين، نحافظ على الميه اللي جايه لنا، دي نمره واحد، ونقنن ونرشد في استهلاكها، وده بمشروع تبطين الترع اللي اتعمل. انا النهارده وفرت 5 مليار متر مكعب ميه كانوا مهدرين. طب الخطوه الثانيه ايه؟ ان انا بدات اشتغل على تحليه المياه، يا اما تحليه مياه الصرف الزراعي زي محطه بحر البقر، يا اما تحليه مياه البحار زي ال4 محطات العملاقه اللي معمولين. ده انا النهارده بزود الميه، بزود مصادر الميه عندي بمحطات التحليه، وبحافظ على الميه اللي جايه لي اصلا من نهر النيل. ده شقين مهمين جدا، المحافظه على الحصه واضافه مياه جديده اللي هي مصادر جديده زي محطات التحليه. باقي بس ان زي ما بقول لحضرتك المواطن المصري يقنن في استهلاك الميه. برضه مفيش دوله في العالم حد بيمسك خرطوم يرش ميه في الشارع، ده اسفلت هترش ميه. هي الثقافات دي يعني اللي لازم مفيش دوله في العالم بتغسل العربيات بالخراطيم زي ما احنا بنعمل. لازم نعرف ان الميه دي
يعني ربنا عطاها لك نعمه حافظ عليها بس، لان في ناس مش لاقياها، واللي داخلين على الايام اللي جايه فيها مش في الميه، في العالم كله مش في مصر. اعتقد ان الكهرباء ارخص يستهلكوها صح، بس احنا مش عايزين نوصل لمرحله ان احنا نتصدم بالواقع فنضطر نرشد او نضطر نتعامل بتطبيقات على الاعلام بقى، ان احنا نوعي الناس على خطوره اللي جاي والصدمات اللي جايه بس. دي حاجه مهمه جدا يعني. بالتاكيد. شكرا جدا ليك استاذ احمد على وجودك معانا النهارده، نورتنا، وان شاء الله نشوفك دايما في يعني في مواقف مصر فيها دايما بتتقدم وبتكون في المقدمه ان شاء الله. ربنا شكرا يا فندم. مشاهدينا كان معانا المهندس الاستاذ احمد البيالي، اتكلمنا عن كوب 27، اتكلمنا عن انجازات الدوله ودورها في الحفاظ على المياه، على الغذاء، على مواجهه التغيرات المناخيه. هنروح الفاصل ده هنشوف فيه مع بعض تمارين الكرة السويسرية مع الكابتن يوسف أبو العينين، ونرجع مرة تانية.